السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا السمكة اللوت. وما أدراك السمكة اللوت؟ حاجة بقى تحفة كده، ما شفتوهاش قبل كده ولا هتشوفوها. بصوا من جوه عاملة ازاي. حاجة تحفة، هتنزل سمنة وهتنزل جمال وروقان. وأحلى حاجة في السمك اللوت. احنا خدناها اهو كده، بننضفوها، بنغسلوها بقى من جوه ومن بره، ونغير المية كذا مرة، ونظبط الدنيا كده. هناخدوله السمكة كده من فوق، نغسلوها اهي، غسلناها كذا مرة. هنبدأ نفتحها من جوه برضو، نغسلها، نخليها فلة من جوه بعد ما نضفناها. طبعا انا مجبتلكوش التنظيف يعني بتاع السمكة، لانه معروف يعني. نغسلوها كذا غسلة كده، نخليها زي الفل بالليمون بقى كده. وعشان خاطر طبعا ايه الزفارة، عشان تضيع كل الزفارة اللي فيها. آه ولو ان والله السمكة بص جميلة قشطة اهي، مش محتاجة اي حاجة. بس لازم طبعا نعمله بالليمون، عشان ايه ننسى موضوع الزفارة ده خالص كده. ممكن نسيب الليمون فيها شوية كده هو، لغاية ما الدنيا ايه تبقى زي الفل يعني. بعد كده هنبقوا ناخدوها معانا بقى على الصاج زي ما انتوا شايفين كده، ونعمل فتحات فيها، 3 4 فتحات على حسب حجم السمكة يعني، وعلى حسب سمك السمكة نغوط الفتحة، ولا هي السمكة ممكن تكون أصغر من كده فهنديها فتحة صغيرة يعني. المهم هنعمل كذا فتحة كده على الجنب ده وعلى الجنب ده. وهنجيب معانا بقى المقادير. معانا اللي هنتبل بيها السمكة: توم وملح وبابريكا وكاري وجنزبيل وكمون زي ما انتم شايفين كده. هنحط على التوم شوية هريسة شطة كده لزوم السبايس يعني. وهنبدأ ننزل كل الحاجات دي كده هو مع بعض كده هو على التوم طبعا. وهنبدأ بقى نخلطها، ودي نص كوباية زيت. هنبدأ نخلط كل ده ببعض، نعصر الليمون عليه، طبعا السمك يحب الليمون جدا يعني. نعصر الليمون عليه. عايز اقول لكم الخلطة دي تخلي اي سمك تحفة، الصراحة تحفة. نقلبه تقليبة حلوة كده، ونبدأ بقى ندخل جوه السمكة وبره السمكة، وندخل في الفتحات اللي احنا عملناها بالمنظر ده كده. جميلة جميلة جميلة. جوه السمكة بص كل حاجة ده تخش كده السمكة، يخلي اللحم زبدة وانتوا بتاكلوا. بس حطيناها فوق اهو ما بين الفتحات. وممكن بقى ندخل معاها برضو، ممكن نعملوها كده، ممكن نحط بطاطس. انا جبت بطاطس واخدت شوية بالخلطة اللي احنا عملناها كده هو، وهبدأ ارصها بقى في الصينية. ممكن شوية فلفل، اهو شوية فلفل. نقلب كل حاجة شوية جزر، كده، ونحطوها بقى نفرشها ونحط عليها السمكة يعني. بس بتخلي البطاطس دي طبعا بتبقى تحفة لما بتطلع من الفرن كده، مع الرز بتبقى جميلة جدا يعني. المهم هنبدأ نرز. حطيت ورق زبدة طبعا في الصاج، وهنبدأ نرص البطاطس اللي تبلناها بالتتبيلة بتاعتنا، والسمكة بقى هنحطها عليها اهي هو. اهو شوية الخلطة اللي نزلوا برضه هنزلهم عليها. تحفة جميلة 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 يعني. اهو ده كده المنظر النهائي قبل ما ادخلها الفرن على طول. حط برضو ليمون اهو، لزوم الديكوريشن يعني. جميل. طبعا الليمون مع السمك بيبقى يعمل شكل وطعم تحفة تحفة تحفة. اهو حط الليمون في كل حتة، وابدأ اغطيها بقى بالورق الالومنيوم اهو وورق الزبدة. دخلتها الفرن، طالعة استوت، جميلة، زبدة بتنزل سمنة كده. سمك اللوت من احلى انواع السمك، سمك البحر يعني. هو طبعا ليه مواسم، فاول ما يبقى الموسم يعني تلاقوه في السوق هاتوه على طول. بس هبدأ هنا بقى اغرف. احط السمكية اهي في الصينية بتاعة التقديم. طبعا البطاطس بتاعتنا التحفة اللي اصلا جميلة جدا اصلا. وهبدأ عملنا بقى طبعا رز الصيادية، ما يحلاش غير السمك غير بالرز الصيادية. هنقدم بقى كده ما بين الصينية، نحط عليه البطاطس اهي. بصوا المنظر بقى عامل ازاي. مش عايز اقول لكم الريحة بقى تحفة. بصوا الجمال. نبدأ طبعا نغرف طبعا. طبعا طريقة التقديم كل واحد يعني هو والذوق بتاعه والديكوريشن اللي هو بيعمله.
بس طبعا السمكة وريحة السمكة وريحة الرز كده مع البطاطس، يعني خلاص يعني بيخلوا الواحد اصلا مش قادر يعمل اي حاجة، لان هو عايز ياكل بس. طبعا مع السلطة، سلطة خضراء، ممكن اللي عايز يعمل طحينة ممكن، بس احنا عملنا سلطة خضراء اهو. ونبدأ بقى بنرش عليها اهو. ده شوية بسارية كنا عاملينهم اهو، حطيناهم مع بدنجان. انسى، روح روح. جميل جدا، زي ما انتوا شايفين كده. بس فكده يعتبر ان احنا عملنا أكلة فيها كل القيم الغذائية، وفيها كل حاجة حلوة. أكلة تحفة تحفة تحفة، أنا بنصحكم بيها. مع البدنجان، طبق البدنجان ده جميل. والبسارية طبعا قليلة، بسارية اللي فيها كل الفوائد يعني. بص بقى السمك، بص الزبدة، دي زبدة، دي اسمها زبدة. زبدة أنا باكلها من كتر الجمال بتاعها، مش قادر أصبر الصراحة. بس وفي الآخر ما تنسوناش في الكومنتات بتاعتكم.